في الفيديو ده هقولك على مميزات وعيوب الاستثمار في العقارات التجارية والسكنية عشان تقدر تقرر لو هتشتري تجاري ولا سكني هيكون مناسب أكتر ليك. طب إيه هي مميزات وعيوب العقارات التجارية؟ كتير من الناس بيفهموا العقار التجاري غلط وبيفتكروا إن هو المحلات، بس الحقيقة العقارات التجارية بتغطي فئات كتيرة ومتنوعة من العقارات زي المحلات التجارية والمكاتب والعيادات والعقارات الصناعية والشقق الفندقية. طب إيه هي مميزات الاستثمار في العقارات التجارية؟ رقم 1، دخل أعلى. العقارات التجارية بتدي عادة عائد على الاستثمار أو ROI أعلى من العقارات السكنية، بيكون من 9% لحد 20% من سعر الشراء الحالي سنويا، بس لازم الشركة أو الشخص اللي هيأجر المكان يكون فاهم هو بيعمل إيه. رقم 2، عقود إيجار أطول. الشركات اللي بتأجر العقارات التجارية عادة بتوقع عقود إيجار طويلة، عادة من 2 لحد 5 سنين وأكتر كمان، وده بيضمن دخل مستقر للمستثمر. رقم 3، ساعات التشغيل بتكون محدودة. معظم الشركات والمحلات مش بتشتغل طول اليوم، فنسبة التشغيل والهلك على العقارات التجارية بتكون أقل بكتير من العقارات السكنية اللي بتستخدم طول اليوم. رقم 4، ممكن تستخدمها في إنك تعمل مشروع. من مميزات العقارات التجارية إنك لو حبيت تعمل مشروع هتقدر تستخدمها وتوفر ثمن الإيجار، وخصوصا لو كان الإيجار في مكان الإيجار فيه غالي زي العاصمة الإدارية. طب إيه هي عيوب العقارات التجارية؟ رقم 1، استثمار مبدئي أكبر. العقارات التجارية غالبا بتحتاج استثمار مبدئي أعلى من العقارات السكنية، وده ممكن يكون عائق كبير للمستثمرين الجداد. رقم 2، عملية البيع أصعب. بيع وشراء العقارات التجارية معقد أكتر من العقارات السكنية وبتاخد وقت أطول في التسييل. رقم 3، عقود الإيجار بتكون طويلة. عقود الإيجار الطويلة زي ما هي ميزة ممكن تكون عيب، وخصوصا لو ما كانتش معمولة باحترافية واتعمل فيها حساب التضخم والتغيرات اللي بتحصل في الاقتصاد كل سنة. رقم 4، السوق التجاري بيتأثر أكتر بالظروف الاقتصادية. مثلا في فترة الركود الاقتصادي أو الأوبئة زي الكورونا، الشركات ممكن تقفل أو تصغر حجم شغلها، وفي محلات ممكن تقفل. في الأزمات الحاجة للمحلات التجارية بتبقى أقل. رقم 5، تمويل العقارات التجارية ممكن يكون أصعب ويكون فيه نسبة فوائد أعلى، وده عشان المخاطر المرتبطة بالعقارات التجارية بتكون أعلى. بس الكلام ده بيختلف على حسب البنك وعلى حسب تاريخ العميل مع البنك. قبل ما أكمل حابب أفكرك إن رغباتك وتفضيلاتك العقارية مهمة عندنا، وده اللي بيخلي تجربتك معانا أحسن. وإحنا مش بس بنتكلم عن أحسن استثمارات، إحنا كمان بننفذها معاك في نفس الأماكن اللي بنقترحها عليك. فلو بتفكر تشتري في العاصمة ومحتار تشتري فين أو تختار المشروع إزاي، ابعت لنا أو كلمنا وهنقدم لك استشارة مجانية. لو عايز تعرف مميزات وعيوب العقارات السكنية هتلاقي لينك الفيديو اللي بيتكلم عن ده في الكومنتات. إيه هي مميزات وعيوب العقارات السكنية؟ العقارات السكنية بتكون غالبا البداية لأغلب المستثمرين. طب إيه هي مميزات الاستثمار في العقارات السكنية؟ رقم 1، أسهل في الفهم. عملية بيع وشراء وتأجير العقارات السكنية بتكون أسهل وأوضح بكتير من العقارات التجارية. رقم 2، الاستثمار المبدئي فيها بيكون أقل. العقارات السكنية عادة بتكون أسعارها معقولة، وده بيخليها أنسب اختيار للمستثمرين المبتدئين. رقم 3، سيولة أسرع. العقارات السكنية عادة بتتباع أسرع من العقارات التجارية، فبيكون أسهل للمستثمرين إن هم يسيلوها لفلوس، بس الكلام ده مش دايما. رقم 4، العقار السكني بيكون ثابت أكتر، وتأثير الظروف الاقتصادية عليه مش بيكون في نفس قوة تأثيرها على العقار التجاري. السبب بيكون في إن الطلب على العقار السكني بيكون دايما ثابت. رقم 5، تمويل العقارات السكنية بيكون غالبا أسهل وبنسبة فوائد أقل. السبب في ده إن البنوك بتشوف إن العقارات السكنية أقل مخاطرة. طب إيه هي عيوب العقارات السكنية؟ رقم 1، دخلها أقل. العقارات السكنية عادة بيكون ليها عائد استثمار أقل مقارنة بالعقارات التجارية، ودخلها بيكون من 4% ل 7% من سعر الشراء في السنة. ممكن الرقم ده يزيد لو أجرتها مفروش، بس برضو مش هتوصل لعائد العقارات التجارية. رقم 2، عقود الإيجار أقصر. عقود الإيجار السكنية بتكون قصيرة غالبا من 1 ل2 أو 3 بالكتير، وده ممكن يخلي الشقة تكون فاضية أكتر من شهر وتخسرك. رقم 3، بتحتاج إدارة أكتر. مع تغيير المستأجرين والحاجة لتصليح الحاجات اللي باظت واللي التأمين غالبا ما بيكونش كفاية عشان يغطيها، ده غير المشاكل اللي ممكن تحصل ما بين الجيران، العقارات السكنية بتحتاج إدارة ومجهود وتدخل أكبر من المالك. في النهاية الاختيار ما بين الاستثمار في العقارات التجارية والسكنية معتمد بشكل كبير على أهدافك المالية وتحملك للمخاطر وفهمك للاستثمار.
واخيرا حابب افكرك اننا في بروبيكسس بنركز على اللي يهمك عشان نقدم لك تجربه عقاريه مخصوصه ليك، والاماكن اللي بنقترحها عليك احنا كمان بنبقى شايفينها كويسه فبنستثمر فيها. فلو محتاج مساعده في اختيار العقار المناسب لميزانيتك واهدافك، سجل بياناتك ونتواصل معاك في اقرب وقت.